نايم في اوضتك في امان الله بعد يوم طويل ومرهق، وحطيت راسك على المخدة ويا دوب لسه هتنام، الا وتشوف شخص واقف عند باب اوضتك بيبصلك وبيراقبك، وفجأة تفتكر ان هو ده نفس السفاح اللي انت لسه شايفه في الفيلم النهاردة. طبعا بعد ما اتشاهدت قمت عشان تقيد النور عشان تشوف مين ده وايه اللي جايبه هنا، لكن بعد ما قيت النور لقيت ان هو ولا سفاح ولا اي حاجة، ده القميص والبنطلون اللي انت لسه معلقهم النهاردة الصبح. طيب ليه جسمك عمل فيك كده؟ وليه مخك خاف بالطريقة دي رغم ان مفيش اي خطر حقيقي؟ هنا بقى ندخل على واحد من اعظم الانظمة اللي موجودة في مخنا، نظام الاستجابة للخطر، او زي ما العلماء بيسموه نظام الكر والفر، اللي بيخلينا نعيش ونكمل كبشر. مش بس الاكل والنوم، لكن كمان نقدر نحمي نفسنا من الخطر. زمان من ملايين السنين الدنيا كانت مليانة تهديدات، أسود ونمور وتعابين وحيوانات مفترسة، حتى صوت الرياح اللي كان جاي من بعيد كان ممكن يمثل خطر. فاللي حصل إن مخنا اتبرمج إنه يبقى حذر طول الوقت، يعني لما يسمع صوت غريب أو يشوف منظر مش مفهوم يترجم ده بسرعة إنه تهديد. ده اللي بيخلي البني آدم حتى وهو عايش في أمان إنه يتوتر من أقل حاجة، زي مثلا ظل غريب على الحيطة أو صوت خبط على الباب. المخ عنده قاعدة كده وهي إن الوقاية خير من الندم، يعني لو في حاجة احتمال إن هي تكون خطر 1%، المخ بيتعامل معاها على إنها 100% خطر، وده عشان يحميك. أول ما عينك تحس إن في حاجة غريبة تبعت إشارات للمخ، والمخ اللي بدوره يبدأ يحلل المعلومات ويشوف هل الموضوع ده منطقي ولا لأ. ولو اكتشف إن فعلا في حاجة غريبة يبدأ يحط جسمك في حالة طوارئ، بؤبؤ عينك يكبر، ضربات قلبك تبقى أقوى، ونفسك يبقى أسرع، عشان يهيئك يا إما تهرب يا إما تحارب، fight or flight. بس في مشكلة، المخ بيشغل الاستجابة دي قبل ما يتأكد إذا كنا في خطر حقيقي فعلا أو لأ. وده لأن زمان جدودنا اللي كانوا بيجروا حتى لو مش متأكدين إذا كان في حيوان مفترس أو لأ هم اللي كانوا بينجوا، أما اللي كانوا بيفكروا كتير فغالبا كانوا بيتاكلوا. فالآلية دي مفيدة لكن أحيانا بتبقى مرهقة شوية. يعني تخيل كل ما يبقى فيه صوت عالي مثلا أو يبقى فيه امتحان بسيط، جسمك يبدأ يدخل في حالة الكر والفر دي، وكأنك بتواجه أسد مش مجرد موقف بسيط يعني. والمشكلة ما بتكونش بس في جسمنا، ده كمان عقلنا بيدخل في حالة الطوارئ دي، كل تركيزنا بيكون تجاه الخطر وبننسى أي حاجة تانية. وعشان دلوقتي دماغنا غير زمان بقى ممكن نتخيل خطر مش موجود أصلا، خطر زي الإحراج أو الفشل أو حتى فكرة إننا مش كفاية. ومع الوقت القلق ده بيتراكم جوانا، حتى لو اكتشفنا إن مفيش حاجة تخوف فعلا، التوتر بيكون خلاص ساب بصمته، وأوقات كتير بيتحول لقلق مزمن أو حتى نوبات هلع. مخنا بيحاول يحمينا، هو ما يقصدش يضرنا، بس احنا كمان لازم نتعلم إن احنا نطمنه، نهديه ونفكر بالعقل، ونفهم إن مش كل ظل معناه خطر ولا كل صوت معناه تهديد. الخوف جزء مننا، بس احنا كمان عندنا القدرة نراقبه ونفهمه ونتعايش معاه. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، واشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.